السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، دي بقعة شحم. يعني كده البنطلون ده باظ خلاص هنرميه بقى، هو لسه جديد اصلا، يعني دي تاني لابسة ليه. انا ان شاء الله هشيل لكم بقعة الشحم دي بأسهل طريقة. هنحتاج ايه بقى؟ اهي هنا اهي، وبرده من الناحية التانية اهو. شايفين البقعة قد ايه؟ اهي اهي. ان شاء الله هحاول اشيلها معاكم بأسهل طريقة اهو. كل اللي نحتاجه نستخدم الجاز ده بيتسرح بيه لتطويل الشعر يعني وتسريح الشعر. ناخد غطا اهو، نحطه هنا كده. بعد كده نجيب فرشة اسنان قديمة اهي، وناخد منها كده نحط على البقعة اهو. بصوا اهو، فتت كده بالفرشة. هتلاحظوا ان البقعة برضو ايه بتختفي حبة بحبة اهو. ندعك كده بالفرشة اهو. بصوا اهو اهو اهو. نفتتها كده عشان تطلع معانا ايه بسهولة. ونسيبها تتهوى بعد ما نخلص كل البقع كده تفتيت ودعك. اهو ملاحظين اهو البقع بدأت تختفي اهي. هناخد حبة كمان نفتت البقعة كده. وان شاء الله كل الحاجات العنيدة اللي عندنا، البقع العنيدة اللي جت من شحم او بنزين هتختفي بإذن الله. واللي ده كان هيترمي اهو. اهي البقعة اهي، حاجات بسيطة اهي اهو. الجنب التاني اهو مليان. انتوا شايفين قدامكم؟ بصوا البقعة اهي اهي تقيلة اهي. انا بعمل كده عشان احاول افتتها.
معلش هي بتاخد يعني وقت شويه معاكم. اهو ان شاء الله كلها تختفي باذن الله. بس اهم حاجه ما يكونش انتوا بتعملوا حاجه ده الجاز ده جنب النار، يعني دي حاجه قبل الاشتعال طبعا. اهو وبعد ما نخلص الموضوع ده ننشره عشان الجاز اللي فيه ده يتهوى، وبعدين نرجع نحطه في الغساله ونغسله واوريهولكوا بعد ما البقعه تطلع منه خالص. اهو اهو دول نحزين اهو، فاضل بقعتين اهو. بس والله ابني لسه شاري جديد يعني، بس اهم حاجه ما يكونش فيه اطفال جنبكم وانتوا بتعملوه. اهو اهو انتوا كنتوا شايفين البقعه كانت هنا اهي اهي، ودي كمان المكان التاني اهو اهو البقعه برضو مش اهو، كمان في حته اهي اهي اهي. بس اهم حاجه البنطلون ما يكونش اتغسل، عشان لما بتغسل البقعه بتنشف اكتر. وهرجع تاني ان شاء الله بعد ما هويه على الحبال هوريكم باذن الله، وبعد كده احطه في الغساله واخرجه واوريكم قبل وبعد. حبايبي انا اهو هحط البنطلون بعد ما هويته على الحبل عشان ريحه الجاز تطير منه. اهو الغساله اللي فوق اوتوماتيك توشيبا اهو. وهحط معاكم البنطلون اهو اهو واظبط الغساله اهو. هوريكم المسحوق وبعد ما ينغسل هطلعه انشره واوريكم. مش هتصدقوا النتيجه، هيبقى زي الفل بعد ما خرجنا منه الشحم. طبعا الشحم من البقع العنيده اللي مفيش حد بسهوله بيقدر يطلعها، وممكن نرمي البنطلون بسبب اي بقعه زي دي. شحم يكون البنطلون جديد وليه خساره، ليه ترميه مادام ممكن بمكون تقدري ترجعي البنطلون زي ما هو تاني. اهو البنطلون خرج اهو يا حبايبي، البنطلون خرج من الغساله اهو. زي ما قلت لكم المكون ده سحر سحر والله، هيخرج اي بقع شحم بنزين، اي بقع يعني عنيدة هيخرجها. وبعدين زي ما عرفتك في اول الفيديو بتعمليه بالفرشة بتاعت معجون او اي فرشة قديمة، وبعدين تروحي مهوياه في الحبل عشان ريحة الجاز تطير. اهو اهو البنطلون اهو اهو مفيهوش اي حاجة اهو. هوضح لك اهو مكان البقع اهو اهو. والله هو ده البنطلون اللي كان فيه بقع اهو اهو. الجناب اهو كان هيترمي اهو، كان هيترمي والحمد لله شلت منه البقع وبحاجة بسيطة. يعني هو ميجيش ب10 جنيه، ب20 جنيه. بس بقع بتاع البنطلون كان جديد وهيترمي، رجعته تاني ب20 جنيه. يعني مش صعب ان انا اجيب وارجع الحاجة بدل ما ارميها خسارة استفيد منها. وانا عايزاكي بقى ايه تشيري الفيديو دوت وتشتركي في القناة
عشان خاطر وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتستفيدي وكل اللي تشير الفيديو تفيد غيرها ونرجع الحاجة ما نرميهاش اهي اهو، لان انا بصور بايد واحدة اهو. والله العظيم بقى زي الفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.